الفراخ المندي دي اتسوت على بخار التوابل والثوم وبدون سلق نهائي. ده الدجاج المندي اليمني الحضرموتي المشهور بطعمه الرائع، والمتسوي على البخار وبس، واللي طريقته مختلفة عن أي طريقة تسوية فراخ تاني، وده لأنها بتطلع الفراخ جوسي جدا وطرية وجلدها مقرمش ومتحمر كده، وفيها ريحة ونكهة الحطب والفحم. والرز غير المنكهات اللي محطوطة فيه، فهو بيكون شارب من تتبيلة الفراخ وطعمه بيكون مدخن وقوي، ومش محتاج جنبه غير سلطة السحاوق أو الدقوس اللي هنعملها معاه. في الأول جهزت تتبيلة الفراخ: معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة كمون، ومعلقة صغيرة بابريكا، ونص معلقة فلفل أسود، ونص معلقة كركم، ونص معلقة لون زعفران. هقلبهم مع بعض كويس، وبعدين هحط عليهم معلقة كبيرة خل عنب، ولو مش موجود يبقى خل أبيض عادي. بعد كده هحط عليهم 3 معالق كبار زيت زيتون، وبرده لو مش موجود ممكن أي زيت نباتي. نقلبهم تاني كويس، وبكده التتبيله جاهزه عندنا. نبدا نتبل الفراخ بتاعتنا بيها، والفراخ طبعا بتكون مغسوله كويس، ويفضل لو نقعناها في ميه بخل قبلها بنص ساعه عشان لو فيها اي ريحه تروح. بندلكها بالتتبيله بالشكل ده، كل قطعه لوحدها عشان نوصلها لكل حته فيها. والجوانتي هنا هيكون حل افضل لو مش عاوز ريحه التتبيله تفضل في ايدك طول اليوم. ونخلصها ونحطها على جنب، ونجهز الصينيه اللي هنحطها عليها. قبل اي حاجه هنشغل الفرن على اعلى درجه حراره، وبعدين هنجيب صينيه ينفع تدخل الفرن، ونحط فيها التوابل الكامله: 5 أو 6 وحدات حبهان وزيهم قرنفل، واربع 5 وحدات دراي ليمون او اللي بنسميه لومي، ورق لورا او ورق غار، وتومه مقسومه نصين. وبعد كده هننزل عليهم حوالي 5 كوبايات ميه، ودي الميه اللي هيتسوى فيها الرز بعد كده. فدايما بخلي الميه اقل من ضعف كميه الرز، يعني هنا عشان هنعمل الرز 3 كوبايات فبخلي الميه 5 كوبايات. بعد كده هحط عليها شبكة تكون مقاربة لحجم الصينية لو مش قدها، عشان اقدر اقفلها بعد كده بالورق الفويل. هرص قطع الفراخ بتاعتي عليها، واخلي الناحية اللي فيها الجلد من فوق زي كده، وهجيب ورق زبدة واحطه فوق الفراخ واخليه يغطيها بالكامل. وبعد كده هجيب ورق فويل واقفله كويس جدا على الصينية بحيث ما يخرجش بخار المية منها خالص. وده اهم حاجة، واللي بيميز الفراخ المندي عن اي فراخ تاني، وبيديها الطعم المميز الطري اللي مشهورة بيه. عشان كده انا قفلتها بطبقتين زي ما انتم شايفين، وهدخلها في فرن اللي سخن دلوقتي لمدة 40 دقيقة، بس هخلي الحرارة 200. وعقبال ما تخلص نجهز الرز. هقطع بصلاية متوسطة بيضة او حمرا مش هتفرق، بقطعها قطع صغيرة بالشكل ده، وانزلها في حلة سخنة فيها شوية زيت، وعلى نار متوسطة مش عالية. هبدأ اقلبها بالراحة كل شوية. في الاول لونها هيبدأ يبهت، وبعدين هتاخد لون ذهبي. هنا هروح منزل 3 كوبايات رز بسمتي مغسول مش منقوع، وهقلب الرز مع البصله كويس وانا موطي النار برضو لمده 5 دقايق. وبعدين انزل معلقه ملح ومعلقه كمون ومعلقه فلفل اسود ومعلقه بهارات لحمه، واقلب الرز مع التتبيله بتاعته شويه، واسيبه دقيقتين، وبعدين ارجع اقلبه تاني لحد ما يبدا يتحمر ولونه يتغير. اقفل عليه وارفعه من على النار. عدى كده 40 دقيقه، فنطلع الفراخ، وورق الفويل ده هنستخدمه تاني فنحافظ عليه. هي كده شبه استوت، فهنخليها تكمل تسويتها مع الرز. نرفع الفراخ بالشبكة ونخلي بالنا لأنها هتكون سخنة جدا، وننزل الرز اللي جهزناه في المية اللي عندنا. وهنا لو في حد مش بيحب طعم البهارات يكون قوي قوي، البهارات الكاملة اللي محطوطة دي أقصد، لو مش عايزين طعمها يكون قوي قوي فممكن تصفوا المية الأول وتشيلوها. وبرضه القرفة بتدي طعم حلو جدا، بس لو مش بتحبوها ممكن ما تحطوهاش. وكده خلاص نساوي الرز بس، وبعدين نرجع الشبكة بالفراخ اللي عليها، ونقفلها تاني كويس بورق الزبده وورق الفويل، ونتاكد برضو ان مفيش مكان يخرج بخار الميه، ونرجعها على الفرن على نفس درجه الحراره لمده نص ساعه كمان. والمره دي عقبال ما تخلص نجهز سلطه السحاوق. هنقطع 3 طماطمات حجمهم متوسط باي طريقه تحبوها، وننزلهم في الكبه، وننزل معاهم شويه كزبره صغيرين، وقرن فلفل حار لو بتحب السبايسي، وفصين توم، وربع معلقه صغيره كمون، ومعلقه صغيره ملح، وليمونه معصوره. ونضربهم كويس في الكبه. في الاول هيكون الخليط تقيل وفيه قطع، لكن مع الضرب بعد 3 دقايق هيبقى كله سائل وكله ميه واحده. نصب سلطه السحاوق في بوله متوسطه، وده القوام المطلوب، وممكن تقللوا الكزبره شويه عن كده هتكون احلى. ودلوقتي نحطها في التلاجة، ونجهز شويه مكسرات لحد ما الفراخ تستوي. انا مسخن طاسه وفيها شويه زيت، وهنزل فيها شويه مكسرات عشان احمصهم شويه، تقلبتين بس على النار. مجرد ما ياخدوا لون هرفعهم من على النار واصفيهم من الزيت، وانزل مكانهم شويه زبيب مشكل. والزبيب يفضل نوطي النار شويه عشان بيتحرق بسرعه. هقلبه برده تقلبتين على النار، واحركه كده لحد ما يبدا يتنفخ بالمنظر ده، ولونه غمق ده اعرف انه كده تمام، وارفعه من على النار واصفيه من الزيت. بعد ما نص ساعه عدت هنطلع الفراخ، وبرده هنحافظ على ورق الفويل ده عشان ليه استخدام اخير معانا. ده اللون المطلوب بالظبط، فعلا شكلها يفتح النفس. بس قبل ما ندوق باقي خطوه اخيره: هجيب قطعة فويل صغيرة أعملها على شكل طبق صغير كده، وأخليها في النص وسط الفراخ، وأحط فيها فحمة مولعة حتة صغيرة مش كبيرة. أنا محتاج منها بس شوية ريحة. وبعدين هنقط عليها كام نقطة زيت، وبمجرد ما تبدأ تطلع دخان
هغطيها بورق فويل اللي عندي عشان الفراخ والرز يتشربوا الريحه كلها لمده 3 او 4 دقائق بالكتير. والخطوه دي تبان انها بسيطه بس هتفرق جدا في الطعم معاكم، وهتلاقوا الرز والفراخ واخدين طعم مدخن رائع. وكل ما الفحمه طولت في الدخان كل ما الريحه والطعم هيكونوا ألذ جدا. ودلوقتي نفتح عليها والريحه هتلاقوها فرقت كتير. نشيل الفحمه والفويل ونرفع الشبكه نشوف الرز بقى عامل ازاي. طالع مفلفل ومستوي جدا وريحته رائعه هو كمان لانه شارب تتبيله الفراخ كلها. وطول الفتره دي الفراخ بتنزل صوص عليه وبتستوي على البخار اللي طالع منه، فالطعم المتوقع اكيد رائع. وده كان الشكل النهائي. ومش باقي بس غير اننا نحط المكسرات اللي حمرناها على الوش. ولان الطبق زحمه فانا هشيل الحته دي على جنب ونقول بسم الله وندوق. وهقطعها بالمعلقه عشان بس اتاكد ان هي مستويه كويس وفي نفس الوقت مش مهريه على الاخر. وطبعا لازم نجرب سلطه السحاوق معاها. طبعا كونتراست الطعم الرائع، الرز مع الفراخ مع السحاوق مميز جدا، وكل حاجه منهم اصلا شهيه لوحدها. والاكله دي عموما من الاكلات العائليه المميزه اللي ممكن تتعمل في البيت واللي بيطلع طعمها في البيت زي المطاعم ويمكن احسن كمان. لان في اكلات بنقول لا دي مهما حاولت تظبطها في البيت برضه طعمها في المطعم مختلف. فلو الفراخ المندي كانت كده بالنسبه لكم اكتبوا لي في التعليقات، في المطعم احلى ولا بالطريقه دي.